مساء الخير. قبل اي حاجه كده طمنونا، عملتوا ايه في امتحان الفيزياء؟ والامتحان جه سهل ولا صعب ولا ايه الدنيا؟ وهل كان شبه الامتحان التجريبي ولا لا؟ واتمنى من كل قلب يعني ان الامتحان يكون عدى على خير وكان كويس جدا وحليته كويس. بس فعلا طمنونا عليكم في الكومنتات. وآتاكم من كل ما سألتموه من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. دلوقتي ميعادنا مع امتحان النحو. امتحان النحو فاضل عليه حوالي يوم ونص، يعني من دلوقتي لحد الامتحان فاضل يوم ونص. ده باعتبار انك هتنام بالليل عادي جدا. يعني لو انت في حاجات كانت واقعه منك في الماده وعايز تطبق النهارده عادي جدا، انما ليله الامتحان نفسها ما تطبقش، نام كويس. هتقسم النحو ازاي؟ يفضل او يستحسن تقسمه على مرتين، على جزئين اتنين بس، يعني كفايه. تخلص الجزء الاولاني وتراجعه كويس جدا وتحل عليه من الملخص اللي انا قلت لك عليه في الفيديوهات اللي فاتت بتاعت مراجعه الماده. لو انت ما عملتوش او ما كنتش سمعت الفيديوهات اللي فاتت اللي هي بتاعت المراجعه ديت، فمفيش مشكله، عادي جدا. ذاكر من الكتاب اللي انت بتذاكر منه من اول السنه او المذكره بتاعت المدرس اللي معاك. هتخلص نص النحو قراءه بس كده بتركيز عادي جدا، وبعدين تشتغل في الحل على طول. لو بنك الاسئله ده ماشي معاك فهتلاقيه موجود في قناه التليجرام بتاعتنا، هتلاقي اللينك بتاعها تحت في وصف الفيديو. تمام، خلصت النص الاولاني وحليت عليه كويس. وعلى فكره انت ابدا من النهارده، يعني ما تضيعش النهارده في الفاضي وتبدا من بكره، لا، ابدا من النهارده عادي. هتدخل على النص الثاني اللي انت سبته، وهكذا برضه هتقراه كويس جدا بتركيز، وبعدين تحل بنك الاسئله. في النحو السنه دي بالذات اسئله كتاب المعهد مهمه جدا جدا جدا، فلازم تحلهم حتى قبل ما تحل امتحانات السنين اللي فاتت، لان الاسئله مهمه جدا. يعني خلصت الاثنين، ادخل بقى على امتحانات السنين السابقه. ولو انت راجعت او ذاكرت كويس جدا النحو فالامتحانات مش هتاخد معاك وقت، فحرفيا انت هتخلص الامتحانات كلها بسرعه جدا. فما تقلقش، الموضوع مش صعب، بس ذاكر او راجع بتركيز. حتى لو انت كنت حلل بعض الامتحانات ديت في فتره المراجعه فمفيش مشكله، عادي تعيد عليها تاني. يعني هتحل الامتحانات كلها سواء دور اول وثاني وتجريبي. وحتى ممكن عايز يدخل على امتحانات الادب اللي هي 2022 و2023 و2024 دور اول وثاني وتجريبي، عشان بس تفهم اللي حط الامتحان كان بيفكر ازاي او دماغه كانت عامله ايه. واهم الحاجات اللي لازم تركز عليها في الماده انك تحفظ لكل حاجه مثال. هتحفظ مثال واحد بس كفايه للحاجه، عشان مثلا السؤال اللي هو بتاع مثل ده. والحاجه الثانيه انك تبقى عارف بقيه الامثله اللي على النقطه دي، فاهمني؟ يعني مثلا الحاجه الواحده عليها 5 امثله، هتحفظ واحد بس منهم وبقيه الاربعه التانيين تبقى عارف ان هم تبع النقطه دي، فاهمني؟ ومع الحل الكتير والتكرار هتلاقي الحاجات دي اتحفظت عادي جدا في دماغك من غير اي مشاكل. اما بقى اللي تسمع مين لو الماده لسه معاك مش احسن حاجه يعني، ومحتاج تسمع فيديوهات عشان هتظبط معاك الدنيا، وفعلا هي هتفيدك جدا. يعني اول واحد هو مستر احمد ناجي، قناه دروس عربيه. تاني واحد المفيد في المواد العربيه. كلهم كويسين جدا وما شاء الله عليهم. ده كان حرفيا كل ما يخص مراجعه النحو. ما تنساش تدخل قناه التليجرام زي ما قلت لك، علشان هتلاقي عليها الملخصات بتاعه النحو اللي هتفيدك، وهتلاقي برضو عليها بنك الاسئله. وما تنساش تشير الفيديو ده لاصحابك قبل الامتحان علشان يعرفوا هيعملوا ايه كويس في ليالي الامتحان ديت. وتعمل لايك للفيديو برضو عشان يوصل لاكبر عدد من طلاب الثانويه الازهريه. وكان معاكم دكتور محمد عزازي، طالب في الفرقه الاولى طب ازهر دمياط. اشوفكم الفيديو الجاي.